السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا معاكم مايكل اخوكم، وعايز اكلمكم النهارده عن شركه طلبات، عشان الناس اللي بتسال عن شركه طلبات. طيب، شركه طلبات يا جماعه تمام ليها فيها كذا نظام. طلبات مصر اول نظام، تمام، وده بوسيله الموتوسيكل. وسيله الموتوسيكل حضرتك لما تيجي تشتغل في طلبات انت لازم يكون معاك، هقول لك كام حاجه اكتبهم معايا. واحد، لازم يكون معاك بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، تمام. اتنين، يكون معاك رخصتك الشخصية، تمام. تلاتة، حضرتك لازم يكون معاك رخصة الموتوسيكل سارية، رخصة الموتوسيكل سارية، تمام. ادي كده احنا معانا 3 حاجات. اولا بطاقة الرقم القومي بتاعت حضرتك سارية، رخصة الموتوسيكل سارية، ورخصة حضرتك الشخصية سارية. رابع حاجة ودي الأهم، تمام، فيش حديث. فيش حديث حضرتك هتستخرجه من أي اسم حضرتك تابع ليه، تمام. فيش حديث، لازم يكون حديث ليه؟ علشان خاطر الطلبات أو يعني الشركة الأم اللي هي ديليفري هيرو كده طبعا قالت لطلبات ان هي تشغل المناديب، تمام. المناديب، ركزوا، تشغل المناديب بفيش حديث. طيب، فيش لازم يكون ما عندهاش عليه 3 شهور. 3 شهور يعني حضرتك هتيجي تقول لي لا انا اصل انا معايا فيش من 4 شهور او من 5 شهور، هقول لك لا، للاسف لازم يكون فيش ما عندهاش عليه 3 شهور. دي اول حاجه بالنسبه لنظام الموتوسيكل، وهنقول الاسعار بعدين، تمام. ندخل على النظام التاني. النظام التاني بتاع العجله. نظام العجله ده طبعا حضرتك لازم يكون معاك عجله عشان تشتغل بيها، تقدر تشتغل بيها وتوصل اوردراتك، تمام. وهنقول لك التفاصيل برضو ايه. بطاقتك سارية، تمام. زائد برضو حضرتك لازم يكون معاك فيش، زائد فيش. طيب، طبعا انت الموتوسيكل ليه سوري المكن العجله ملهاش لا رخص ولا حضرتك يبقى معاك رخص، لانك مش محتاج لده. بتجيب اي عجله، بس طبعا اختار عجله انواعها كويسه. طبعا انا سالت كتير وعرفت ان العجله النظيفه اللي ينفع تشتغل بيها العجله الجلاكسي. العجله الجلاكسي، بس ما تجيبش العجلات الرود، علشان مع اي مطب حضرتك هتاخده العجل بيتني، تمام. ايا كانت الماركه العجل بتاعتها هيتني. وطبعا حضرتك بتمشي في طريق مدقات كتير، تمام، مش هتنفعك. لازم تجيب يعني العجله بتاعت حضرتك اللي هتشتغل بيها تستحمل يكون الكاوتش بتاعها عريض شويه، بس مش العريض قوي طبعا، تمام. كده احنا ايه؟ نظام العجله حضرتك مطلوب منك بطاقه ساريه وفيش ساري ما عداش عليه 3 شهور. طيب، ده تاني نظام. تالت نظام حضرتك، تمام، بيبقى اسمه ووكر. طيب، عشان في ناس هتقول لي طب انا لو معيش موتوسيكل ومعيش عجله ما اشتغلش. طلبات بتقول لك لا، اشتغل. هتوصل اوردرات ازاي؟ هتوصل اوردرات حضرتك بالمشي. طيب، المشي ده كتير يا فندم، ما همشي كتير. اقول لك لا، يعني اقصى حاجه حضرتك هتمشيها مسافه من مكانك لمكان المطعم من 1.5 كيلو الى 2 كيلو، تمام. دي حاجه. والتوصيل كذلك برضو من يعني الكيلو ونص ل 2 كيلو. ده طبعا بيبقى اقل نظام حضرتك تبقى
تقدر تشتغل عليه، علشان حضرتك لا معاك عجله ولا معاك موتوسيكل. طبعا نيجي الاسعار الاوردر بالموتوسيكل. طبعا حضرتك اول ما بتبدا ما بتاخدش الارقام اللي انت بتشوفها الواو دي وكل حاجه، عشان في ناس طبعا منزله اعلانات على الفيسبوك بتقول بتوصل ل 8000 و10000 و18000 و15000 و20000. لا تعالى اهدى بس اقول لك، يعني ما حدش بيجيب الارقام دي، تمام؟ الا يعني عايز اقول لك واحد يعني حريت شغل، تمام؟ اول ما بتبدأ حضرتك بتنزل على باتش 5. باتش 5 حضرتك بتقبض على سكة 16 جنيه، ما بتاخدش اي حاجة اضافية، هي 16 جنيه. ده باتش رقم 5. بتشتغل الاسبوع ده نسبة قبولك بتبقى 100%، تمام؟ والاهم حاجه برضه حضورك الشيفت في ميعادك او قبل ميعادك، يعني يفضل قبل ميعادك بنص ساعه او بربع ساعه، تمام؟ والغياب بتاعك في يوم الاجازه بتاعتك، يعني حضرتك ما بتغيبش خالص غير في يوم الاجازه. اول ما بتبدا على باتش 5 وكل تقييماتك 100%، اوعد حضرتك ان حضرتك هتكون على باتش 1 ان شاء الله في الاسبوع اللي بعده، في الدوره اللي بعديها حضرتك بعد ال7 ايام وانت تقييمك 100%، تمام؟ هتلاقي نفسك باذن الله قبض على 19 جنيه. قبض الاوردر على 19 جنيه، اوردر اساسي ب 16 زائد 3 جنيه تقييم اضافي. طيب هتقول لي بقى طب انا لو ما جبتش باتش 1 وجبت مثلا باتش 3، طيب باتش 3 حضرتك برضو الاوردر ب 16 زائد جنيه تقييم اضافي. طيب هتقول لي برضو ان حضرتك ما جبتش لا ده ولا ده في باتش 2، تمام؟ باتش 2 ده بيبقى الاوردر ب 16 زائد 2 جنيه تقييم اضافي، يعني الاوردر بيقف عليك في باتش 2 على 18، باتش 1 على 19، باتش 3 على 17، باتش 4 وباتش 5 حضرتك بتقبض على 16، وانت اول ما بتنزل يعني بتبقى على باتش 6 او 5، تمام؟ ادي حاجه. بالنسبه للعجل هقول لك بالتقريب، عشان انا برضو ما عنديش المعلومات الكافيه عن العجل. بمناسبه للعجل انت بتقبض من سكه مثلا اوردر بيبقى عامل معاك كماكسيمم 14 جنيه، يعني 12 13 14 في الرينج ده. طيب بالنسبه للووكر الاوردر بيبقى عامل معاك مثلا سكه من 10 تقريبا ل 12 جنيه، تمام؟ احنا قلنا الانظمه بتاعت الموتوسيكل والعجل والووكر. طيب المفروض العجله المندوب اللي بيوصل بالعجله بيوصل في زون مثلا 5 كيلو. ادي حاجه حضرتك المفروض ما تتعداش ال5 كيلو، تمام؟ بس هتيجي تسالني كمندوب بيعدي ال5 كيلو ولا لا، هقول لك بصراحه بيعدوا، واحيانا بيكون اقل من كده، تمام؟ ممكن تاخد اوردر ما تمشيش بيه الا كيلو و2 كيلو، ممكن تاخد اوردر يعني تلاقي الاوردر جنب العميل جنب المطعم. ادي حاجه بيحصل كتير، هقول لك بيحصل بنسبه 40%، بنسبه 40% او 30%، ان العميل بيبقى قريب جدا من المطعم، تمام؟ الموتوسيكل بقى حضرتك، يعني انا عايز اقول لك انت بتقبض اعلى فئه. لو باتش 1 انت بتقبض اعلى فئه. فانا بستغرب الناس اللي بتيجي بتقول الاوردر ده 12 كيلو. طيب انا مستلمه من المطعم رايح عليه مثلا وليكن 7 كيلو، ومستلمه 12 كيلو، طب ادي 19 كيلو، يعني الكيلو بجنيه، يعني مش عارف ايه، يعني وفي الاخر بيطلع الاوردر. ما هو انت عندك اختيارين، يا اما تطلع الاوردر يا اما تطلع بريك لاخر الشيفت.
يعني ايه بريك لاخر الشيفت؟ يعني السيستم بيديك او الدعم بيديك استراحه الى اخر الشيفت. يعني ايه استراحه الى اخر الشيفت؟ يعني حضرتك مش هتشتغل، مش هيجيلك اوردرات، روح. بمعنى اصح انت نازل علشان تروح ولا نازل علشان تسترزق يعني وربنا يبعت لك الرزق بتاعك؟ حضرتك الاوردر الكبير ده اللي هو 19 كيلو ما بيجيلكش كتير، وعشان تحسبها صح ده الاوردر القريب بيشيل الاوردر البعيد بيشيل الاوردر اللي في النص. بمعنى اوردر قريب جدا بيشيل اوردر بعيد جدا بيشيل اوردر في السيف سايد البتوين اللي ما بينهم. طيب الاوردرات الكبيره دي كتير قوي بتيجي؟ هقول لك لا، وانا واثق ان هو لا، لان انا شغال. يعني ما بقولكش كلام من فراغ. تمام؟ الناس اللي بتقول لك اصل طلبات تسويحات، اصل طلبات مش عارف ايه، نفض. لو انت فضلت تسمع من هنا وتسمع من هنا وتخلي دماغك تفكر كتير في السلبيات مش هتشتغل. لان اي شغل معروف ان هو ليه مزايا وعيوب. طيب هقول لك برضو مزايا من مزايا طلبات حضرتك. انت المفروض مع المكتب بتاعك انت بتشتغل مع مكتب، لازم تشتغل مع مكتب، ما بتشتغلش مباشر. انت بيبقى متأمن عليك. تمام؟ طالما انت اشتغلت مع الطلبات في خلال مثلا من 3 ل 6 شهور بيتأمن عليك. تمام؟ بتستلم الباوتش اول ما بتشتغل، طبعا بتستلم باوتش وبتستلم تيشيرت وبتستلم كاب والكلام ده. طبعا الكلام ده بيبقى واقف على حضرتك بفلوس وبتخصم من المرتب بتاعك تدريجيا، يعني ما تخصمش على طول. تمام؟ الباوتش الى حد علمي يعني، والتيشيرت والكاب والكلام ده كله. تمام؟ او الجاكيت الشركه بتوزعه كده فور فري وبيلموه في اخر الشتاء. انما الباوتش والتيشيرت والجاكيت سوري نبعد عن الجاكيت، الباوتش والتيشيرت والكاب دول حضرتك بتحاسب عليهم سكه مثلا من 500 جنيه ل 600 جنيه. طب هتقول لي ده انا المفروض ده يونيفورم بعمل دعايه للشركه وانا ماشي. ده نظام شغل. حضرتك عايز تشتغل اهلا وسهلا، مش عايز تشتغل براحتك. طيب هتقول لي بقى الارقام اللي انا بسمعها. طيب حضرتك اهم حاجه بس عشان تبقى فاهم انا بكسب ازاي، بحسب المكسب بتاعي ازاي. هاجي اقول لك حضرتك في اخر اليوم هتقول لي ايه مثلا، وليكن انا عملت 200 جنيه. طيب ال 200 جنيه انا كسبت ال 200 جنيه كلهم؟ عشان بس نبقى فاهمين، حضرتك كسبت ال 200 جنيه كلهم؟ هقول لك لا. طيب ايه اللي انا كسبته؟ احسب حضرتك، انت بتبص لاجمالي الربح وده غلط. طيب ايه اللي انا كسبته؟ اولا انا بحط بنزين بقد ايه. المكنه صرفت معايا بنزين. تمام؟ صرفت معايا بنزين. طيب صرفت معايا اكل وشرب في اليوم ده بكام؟ زائد اكل وشرب. مش هقول لك زيت لان انت ما بتغيرش الزيت كل يوم، بس انا بقول لك يوميا انت بتحط بنزين بكام واكل وشرب بكام. طبعا حضرتك لو حطيت مثلا ب 40 من 30 ل 40 جنيه او ل 50 جنيه. تمام؟ مع ان يعني 30 40 جنيه ده كويس. بنزين هيقضي معاك حتى شيفت 8 ساعات مفيش مشكله، هيقضي معاك 8 ساعات كويسين 30 40 جنيه. طيب واكل وشرب وليكن في الشيفت ال8 ساعات حضرتك كلت وشربت ب 30 جنيه. تمام؟ فاذا كده حضرتك لو قلنا اللي انت حطيت بنزين واكلت وشربت ب 30 جنيه فانت كده 60 جنيه من 200 جنيه، فحضرتك عامل كام؟ كسبان 140 جنيه. انا اديتك مثل في ان انت بتعمل اكتر، ممكن تعمل اكتر من 200 جنيه وممكن تعمل اقل من 200 جنيه على حسب شغلك وعلى حسب ضغط الاوردرات في اليوم ده. طيب
بالنسبه للعجل وبالنسبه للووكر طبعا بيكون اسهل بكتير، لان هو حضرتك انت ووكر بالعجله، ووكر وعجله، حضرتك انت ما بتصرفش كل يوم غير اكلك وشربك. فين وفين نظام العجله لما بيعمل صيانه، تمام. بس حضرتك انا بكلمك اكتر عن نظام الموتوسيكل، لان انت نظام الموتوسيكل حضرتك بيصرف معاك بعد مثلا 3-4 ايام بتحط زيت زائد بنزين، تمام. فانت بيصرف معاك طبعا الصيانه. انت لو شلت مثلا 20 جنيه يوميا في 30، انت في اخر الشهر المكنه بس 600 جنيه. انت شلت المكنه 600 جنيه من شغلك، تمام. 20 في 30، طبعا انت لو اشتغلت ال 30 يوم طبعا انت المفروض بيبقى ليك 4 ايام اجازه، 4 ايام اجازه مبلغ بيهم المشرف بتاع المكتب، وبتنزل بشيفتات. حضرتك الشيفت بيبدأ معاك مثلا من 5 ساعات، اهو من 5 ساعات فيما فوق. وده طبعا مش محبذ، بس طبعا الناس اللي بتشتغل موظفين الصبح عايزين يعملوا دخل اضافي، اهلا وسهلا. كشركه طلبات بتقول لك اهلا وسهلا بحضرتك، اشتغل شغل اضافي عادي، ما عندناش اي مشكله، تمام. وهتقدر تربح على الاقل في ال5 ساعات دول. انا بقول لحضرتك 5 ساعات انت ممكن تربح فيهم 200 جنيه. هتقول لي واثق؟ هقول لك واثق. 5 ساعات ممكن تربح فيهم 200 جنيه. طبعا ده اجمالي ربح، بتكلم على نظام الموتوسيكل، ده اجمالي ربح مش صافي ربح. صافي ربح حضرتك بتحسبه بعد ما تخصم الاكل والشرب ان اكلت وشربت، والبنزين بتاع حضرتك، تمام. احنا جينا شرحت لك نظام طلبات اللي بالموتوسيكل وبالعجله ونظام الووكر. الووكر ده طبعا حضرتك بتمشي، طبعا لو حضرتك مليان ما انصحكش ان انت تشتغل على نظام الووكر الا لو انت اضطريت، وما انصحكش تشتغل في الشمس. على قد ما تقدر انزل اشتغل بالليل، انزل اشتغل بالليل على قد ما تقدر، لان طبعا الجو والاحتكاك والسخونه طبعا هيعملوا مشاكل مع حضرتك. انت عايز تخس وتستفيد يا سيدي، خس واستفيد عادي مفيش مشكله، بس انزل بالليل بحيث ان الجو يكون مساعد ان حضرتك تشتغل، تمام، وتقدر تحقق ارباح وانت مرتاح، مش وانت تمام تعبان. نيجي لنظام اللبس حضرتك ممنوع تنزل بشبشب، ممنوع تنزل بصندل، ممنوع تنزل ببنطلون مقطع، ممنوع تنزل بلبس مخالف، علشان لو اتمسكت او حد صورك، لان في طبعا مراقبين في الشارع وفي مشرفين، لو حد صورك واترفعت حضرتك ممكن يتعمل لك اقاله. حالات برضو الاقاله ان حضرتك تتعدى على عميل لفظيا او بالايد. انت اتعديت على عميل لفظيا او بالايد، ده بيخلي حضرتك تاخد اقاله، والشركه ما بتسميش، يعني الشركه ما بتسميش نهائي، تمام. فاحنا نلتزم بعدد ساعات الشيفت كاملين. انزل قبل الميعاد، لو انا عايز اقبض على 19 جنيه اقبل كل الاوردرات، اي طلب يجي لي مهما كان لازم اقبله، لازم اتحرك عليه بسرعه. اول ما يجي لي اتحرك على الاوردر عن طريق الGPS، تمام. لازم يكون معاك موبايل اندرويد، تمام، حديث. لازم تعمل باقة نت كويسه وباقة مكالمات كويسه، بلاش تعمل كروت فكه عشان مش هتشغلك. كروت الفكه في منت تلاقيها خلصت والاوردر طار من عليك او اتكنسل، وتلاقي نفسك طبعا شايلوك ثمنه. لو اتكنسل بسبب حضرتك هتشيل ثمنه، وحضرتك هتلاقي نفسك للاسف بريك لاخر الشيفت، وكده انت خسرت طبعا. هتلاقي نفسك خسرت اكل عيشك في اليوم ده، ما استرزقتش
عشان انت استرخصت وشحنت كارت فكه، بدل ما تعمل باقه يا سيدي اعمل باقه ب50 جنيه ب60 جنيه في الشهر. هتقول لي ازاي ده غاليه؟ ومش هقول لك لا مش غاليه، في ناس بتعمل اكتر من كده. 60 جنيه دي حاجه لا تذكر يعني. حضرتك هتستخدم وهتكسب ان شاء الله، فهتلاقي ان 60 جنيه دي بتخلص منك بسرعه، مكالمات ونت والكلام ده. هتلاقي نفسك وبتربح اكتر، هتلاقي نفسك على الاقل عامل لك في الشهر باقه ب 100 جنيه او 150 جنيه، ودي الى حد ما باقه محترمه تقدر تشتغل بيها. هقول لك برضو على حاجه جميله، ان قابلت ان الجي بي اس والعنوان مش مظبوطين مع بعض، لازم تكلم العميل في الحاله دي. ان كيس ان العميل مردش عليك، بتكلم الدعم تثبت ده في الشات عشان بيكون ليك دعم شات، تقول له ان العنوان غير مظبوط مع اللوكيشن اللي موجود على الجي بي اس. اعمل ايه؟ هو حضرتك بيمشي معاك الخطوات اللي هو بيمشيها لحل المشكله، وبعد ما يتابع معاك المشكله خطوه بخطوه طبعا ويتواصل مع العميل ويتاكد من العنوان، بيقول لك العنوان بتاعه مظبوط ايه. تمام، دي حاجه. اول ما بيقول لك العنوان المظبوط ايه، طبعا بتتحرك على مكان العميل. طبعا الوقت ده كله مش محسوب منك علشان العميل حاطط لوكيشن او عنوان غير مش مظبوط. تمام، ودي اسهل حاجه واختصارا للوقت. حضرتك بدل ما تروح على المكان وفي الاخر تلاقي ان العنوان مش مظبوط وتروح عنوان تاني، ده بيضيع وقت حضرتك وبيضيع جوده الاوردر اللي مع حضرتك طبعا. وهم لما بيجوا يراجعوا الاول العميل عمل كومبلين، لما بيجوا يراجعوا بيلاقوا ان حضرتك رحت المكان تمام وتوجهت لمكان تاني تمام، وفين وفين يعني لما يحلوا المشكله دي ممكن يكون الاوردر يتحمل عليك وتعمل تنزل تعمل تظلم في المكتب. تمام، ده لو انت ما عملتش اساسا في الاول ان انت بلغت الدعم. يعني انت مثلا وليكن انت ما بلغتش الدعم من اول مره وبلغته اول ما وصلت المكان وما لقيتش العميل، طبعا ده بيحفظ حقك ان انت برضو بلغت الدعم. لكن انت لو ما بلغتش بتلاقي ان ممكن في اخر الدوره بتاعه الاسبوع الاوردر ده اتحسب عليك، لو عميل عمل كومبلين ولا حاجه اتحسب عليك وحضرتك شلته، هتعمل تظلم مع المكتب وتبلغ المكتب، والمكتب باذن الله يحاول يشيلها لك. طيب انا ممكن اعمل ايه افريج كقبض وفلوس وكده؟ طيب هقول لك انت ممكن تحقق فلوس قد ايه. مبدئيا كموتوسيكل انت ممكن تحقق، وده اجمالي ربح، بتكلم اجمالي ربح مش صافي ربح، علشان كل الناس اللي بتعمل دعايه دي بتعمل دعايه بتقول لك اجمالي ربح، وناس بتفخم في الشركه وبتعمل برضو وتحط ارقام غريبه. هقول لك لا، ما تصدقش كل ده. حضرتك ممكن تعمل اجمالي ربح مبدئيا لو انت اشتغلت كويس من 1500 ل 2000 جنيه، ده اجمالي ربح. طيب صافي ربح ده يعني بيبقى ليه خطوات حضرتك انت اللي بتحسبها، كبنزين وكزيت. طيب انا اكسب ازاي؟ ان حضرتك تحاول تنزل جنب الزوم بتاعك. لو انا عايز ازيد الربح الصافي بتاعي احاول انزل جنب الزوم بتاعي. طيب انا بلاقي نفسي في كل دوره اسبوعيه من الشغل بتاعي بعمل 1500 كاجمالي ربح، وانا صافي الربح بتاعي بيقف معايا على 900 جنيه، فبقول وليكن او 1200 جنيه. انا عايز ازود الكلام ده. طيب هفكر انا ازوده ازاي. طيب اول حاجه مبدئيا انزل في المنطقه بتاعتي. ليه؟ ده بيقلل معايا استهلاك بنزين تمام وزيت، بيقلل معايا استهلاك بنزين وزيت. طيب هتقول لي ازاي؟ هقول لك انا دلوقتي قاعد في شبرا تمام، او سيان قاعد في المقطم، ايه اللي يخليني ما اشتغلش في شبرا؟ لو في اماكن، خلي بالك انا بقول لك لو في اماكن، ايه اللي يخليني ما اشتغلش في شبرا؟
اشتغل في شبرا يا باشا، تمام، بحيث ان انا اعمل ترشيد للبنزين بتاعي وترشيد للزيت برضو بتاعي. انت عارف طبعا الزيت، كيلو الزيت وصل لكام، والبنزين اللتر وصل لكام. فانا كل ما احاول ان انا اعمل ترشيد للحاجه، الاستهلاك اللي انا بستخدمه، ده بيفيد معايا في اخر الدوره الاسبوعيه، بيخليني اشوف انا اربح اكتر او صافي الربح بتاعي يزيد. طيب انا ما ينفعش ابقى في المقطم واروح اشتغل في المعادي. هتقول لي ما المقطم يعتبر جنب المعادي، اقول لك بس برضو بتاخد مسافه حضرتك، ما تشتغل في المقطم. طيب انا في شبرا اشتغل في مصر الجديده، ما بينك وما بين مصر الجديده حضرتك 15 كيلو تضربهم عشان تفتح في زونه، ده اقل واجب. 15 كيلو دول انت اولى بيهم، ممكن تعمل فيهم 3 4 اوردرات، تمام، تكسب منهم. تمام، انا كده كلمتك ووضحت لك ازاي تكسب من طلبات، وازاي تشتغل في طلبات، وايه الانظمه الموجوده في طلبات، والباتشات منقسمه لايه، واسعارها ايه. حاجه اخيره بس نسيت اوضحها لحضرتك او لحضراتكم، ان انت ممكن يجيلك اوردرين من نفس المكان. ان كيس في حاله ان هو جالك اوردرين من نفس المكان، حضرتك بتاخد اول اوردر على الباتش اللي انت فيه ايا كان ايه هو، وليكن مثلا الاوردر انت باتش بتقبض على 16 جنيه، تمام، جالك اوردرين من نفس المكان، اول اوردر هتاخده على 16 جنيه، تاني اوردر هتاخده على 10 جنيه. هتقول لي ليه ما اخدوش على 16 جنيه؟ هقول لك ده نظام الشركه، لان هو الاستلام اول حاجه بتتحاسب عليها منقسمه. اصل تسعير الاوردر بيبقى منقسم لحاجتين، اول حاجه من مكانك لمكان استلامك من المطعم، اول ما تدوس ان هو تم الاستلام حضرتك بتربح 6 جنيه، ادي 6 جنيه حضرتك ربحتها. طيب انت باخد باقي ال 10 جنيه، باخد باقي ال 10 جنيه لما اعمل تم التوصيل. طيب انا خدت اوردرين من نفس المكان، الشركه بتقول لك مش معقول ان انا احسب لك يعني 2 تسليم وانت مستلم من نفس المكان، تمام، انت ما بتاخدش تمن سعرين تسليم وانت واقف في نفس المكان. جالك اوردرين حضرتك بتاخد تمن تسليم واحد انت مستلم من نفس المكان، تمام، اللي هو 6 جنيه، ولما بتروح اول اوردر بتوصله بينزل لك 10 جنيه كده، اول 16 جنيه حضرتك اخدتها، ولما توصل الاوردر الثاني انت خدت ال 10 جنيه. طيب هتقول لي ان كيس ان هو في اوردر منهم اتكنسل، او انا واخد اوردر واحد والاوردر واحد ده اتكنسل، طب اتكنسل قبل ما تعمل تم الاستلام، هقول لك للاسف حضرتك ما بتاخدش اي حاجه. طيب هتقول لي ان ده اتكنسل بعد ما انا دوست تم الاستلام وانا واقف عند المطعم، هقول لك اتفضل مكرما بلغ الدعم ان الاوردر اتكنسل، وهيتبعت لك اوردر تاني اسمه اوردر ارجاع، ان انت بتوصله المطعم وبتصور الاوردر انت سلمته للمطعم، وبتكسب في خلال الرحله دي 6 جنيه فقط. طيب بيحصل ساعات ان انت تروح بعد ما تستلم الاوردر وتروح للعميل، ان الاوردر العميل ما يرضاش ياخده او العميل مش موجود، ايا كان تؤدي ايا كان ايه الحاله اللي ادت الى كنسله الاوردر، حضرتك بيجيلك بتبلغ الدعم بيكنسل لك الاوردر، تمام، بيتبع خطوات وبعد كده بيكنسل لك الاوردر، وبعد كده بيبعت لك اوردر تاني نفس الاوردر، بتروح توصله للمطعم وبتصور تعمل الخطوات اللي انا قلت لك عليها، وبرده بينزل لك 6 جنيه. بس الحاله دي حضرتك برده بتكون خسران فيها ال 6 جنيه، بس ما بيحصلش الا قليل. بس حضرتك بتكسب طبعا من طلبات. انت لو حسبت انت طبعا انا ما كلمتكش التبس ده حاجه دي بتاعت ربنا، ارزاق يعني، ممكن تطلع العميل ما يدكش اي حاجه، ممكن تطلع على عميل يديك نص جنيه، وممكن تطلع على عميل يديك جنيه، ممكن يطلع عميل 10، ممكن 20، ممكن 50، بيحصل طبعا مش كتير، بيبقى قليل. و كل ما تزيد عدد ساعات شيفتك حضرتك بتكسب اكتر، وده بيبقى ربح ليك، وده انا شايف ان ده احسن بكتير من حضرتك تبقى قاعد في مكتب او قاعد
ايا كان في محل تمام بتبيع وشايف ان دخلك مش انت مش راضي عنه، لا حضرتك ممكن تشتغل في طلبات، ممكن كشغل اضافي. انا بقول لك اهو ممكن كشغل اضافي وممكن كشغل اساسي. شغل اساسي اقدر اعتمد عليه، تقدر تعتمد عليه، تقدر تعتمد على شركة طلبات ان انت تاخد الاوردرات توصلها للعملاء. طبعا في شغل كويس، شغل كتير طبعا، ربنا يزيد ويبارك، وان شاء الله بتروح بمبلغ يرضيك كويس، تقدر تصرف على اهل بيتك، تقدر تفتح بيت، تقدر تكون نفسك من طلبات. اقدر اكون نفسي من طلبات. وطبعا خلي بالك وانت ماشي على الطريق، خلي بالك بيكون فيه حوادث كتير، خلي بالك بيكون فيه سرقات كتير، خلي بالك من اي حاجة تخص شغلك واكل عيشك. تمام. في نهاية الفيديو يا رب يكون ما طولتش عليكم، انا حاولت بس الم لكم كل اللي اتطلب مني في الكومنتس وفي الناس اللي بتطلب مني الشرح يعني عن شركات توصيل الطعام وكده. فانا كلمتكم عن طلبات عشان الناس بتسأل على طلبات كتير. تمام. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة تدعموني، وما تنسوش طبعا ان كل حد بيديني بيكتب لي كومنت انا بفرح بيه، ايا كان الكومنتس بتاعه التعليق بتاعه سلبي او ايجابي. طبعا ببقى مبسوط ان بآراء حضراتكم، مبسوط اكتر ان لو حضراتكم قلتوا لي اتكلم عن ايه تاني في اي شركة من الشركات بتاعة توصيل الطعام. هبقى مبسوط جدا ليكم ومشكور جدا لحضراتكم ان حضراتكم قبلتوا ان انتوا تتفرجوا على الفيديو لحد الاخر. وشكرا ليكم، واتمنى لكم كل خير، واتمنى ربنا يرزق الجميع. شكرا، مع السلامة.